السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد ووصفة جديدة. وصفتنا اليوم هي كيف ما كتشوفوا معايا ملكة الحلويات الشرقية، هي الكنافة. كنافة محشية بالكريمة بطريقة سهلة وبسيطة، النتيجة رائعة. كنافة مقرمشة ذهبية وكريمية من الداخل. إلا جربتوها أنا أكيد غادي توليو مدمنين عليها. ما نطولش عليكم، ندوزو جميع نشوفوا الطريقة والمقادير. اول خطوه غنبداو بها هي الشربات اولا السيرو. بالنسبه للشربات كنحتاج كوب ونصف من السكر سنيده اولا سكر حبيبات. الكوب السعه ديالته 250 مليلتر، فكندير كوب عامر ديال السكر سنيده ونصف، وكنضيف معاهم كوب واحد ديال الماء، وكنضيف معاهم قطعه صغيره ديال الحامض. صافي كنديروا العراسه ديالنا كامله فوق النار وكنخليوها حتى كيذوب لنا السكر. ملي كيذوب كنحسبوا عليها، ملي كيذوب السكر وكتبدا الشربات ديالنا كتغلي، كتبدا كدير فقاعات اللي هي كبيره، كنخليوها تقريبا واحد 8 ديال الدقائق على نار هاديه. الشربات هذه حنا بغيناها ثقيله باش كتعطينا الكنافه تكون مقرمشه. اللي كيبغي الكنافه تكون رطبه يدير كاس ونصف ديال الماء، يعني يكون السيرو خفيف. صافي هنايا كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما ذاب السكر وخليته 8 ديال الدقائق تيغلي، صافي هنايا كنطفيو عليه النار وكنكهو الشربات ديالنا. انا غادي ندير الفانيلا، تقدروا ديروا اي نكهه كتبغيو. صافي كنخليو السيرو ديالنا كيبرد وكندوزو كنوجدوا العجين ديال الكنافه. انا عندي هنايا نص كيلو، كديروا الكميه على حسب الرغبه ديالكم. كنجيب واحد السكين وكنحاول كنقطعها قطع اللي هي صغيره. تقدروا ديروا السكين كيف ما تقدروا تقطعوها بالمقص، كيف ما تقدروا ديروها في الهاشوار، على حسب الرغبه ديالكم. هذا هو القياس اللي بغيت نقطع به انا. صافي غنستمر بنفس الطريقه، يعني بالسكين حتى كنقطع الكميه اللي عندي كامله. الكنافه هذه كانت عندي في المجمد فطلعتها قبل من المجمد وخليتها حتى خدات درجه حراره المطبخ. صافي من بعد ما قطعتها كامله غادي ندير لها سكر كلاصي. عندي هنايا 3 المعالق كبار ديال السكر كلاصي اولا السكر بودره. بالنسبه او سكر ثقيل كيقولوا سكر ثقيل. فبالنسبه للسكر كلاصي فماشي الهدف ديالنا هو الحلاوه، وانما كنبغيو نغلفوا به العجين ديالنا باش كيعطينا واحد اللون ذهبي زوين للكنافه ملي كنطيبوها. صافي من بعد ما كنغلفوا العجين ديالنا كامل بهذاك السكر كلاصي كنجيبوا الزبده. انا عندي هنايا سمن، ماشي السمن الحار لا، يعني زبده. عندي كوب عامر، الكوب هذا السعه ديالته 250 مليلتر. عندي كوب عامر، كتقدروا تعوضوه بزبده عاديه مذوبه. صافي وكنحاولوا كنغلفوا هذاك العجين ديالنا كامل بنفس الطريقه باش خدمنا السكر كلاصي. كنعاودوا كنخدموا الزبده هذه، يعني كنغلفوا العجين ديالنا كامل بالزبده، ما خصناش نخليو حتى شي فتفوته يعني بلا سمنه. صافي من بعد ما كنغلفوا العجين ديالنا كامل وكنتاكدوا انه كله تغلف بالزبده ديالنا، كنجيبوا مول. وكان المول كديروا المول اللي بغيتيو، يعني الصينيه اللي بغيتيو. صافي وكندهنوها حتى هي نفس الشيء بالزبده اولا بهذيك السمن. كندهنوها مزيان لان هذاك كيعاوننا باش اننا كيعطينا واحد اللون ذهبي للكنافه ديالنا. صافي من بعد كنجيب الكنافه ديالي كنكون قسمتها على جوج، لان انا الكنافه غنديرها محشيه بالكريمه، يعني غنحتاج طبقه ديال التحت وطبقه ديال الفوق. فباش يجوني متساويين غادي نقسم العجين على زوج. كندير الجزء الاول كنحاول كنمشيه في المول ديالي، ما كنديروش كامل في مره واحده. كل مره كناخذ شويه من هذاك العجين كنفتتو وكنحاول كيف ما كتشوفوا معايا كنحاول كنضغط فيه، يعني كنضغط على المول، كنضغط يعني على العجين في المول باش كياخذ ليا الشكل ديال المول. وكنحاول كنخدم حتى الجناب حتى هو، لانني كنبغي نطلع العجين من الجناب باش ملي نديرو الكريمه ما تخرجش لينا في الفران من الجناب وتحرق. صافي كنخدموا هذا ديالنا مزيان وكنحاولوا كنضغطوا عليه هكا كيف ما كتشوفوا معايا باليد، ولا ممكن ديروا شي كاس ولا شي حاجه باش كتضغطوا عليه مزيان حتى كناخذوا الشكل كيف ما كتشوفوا ديال المول. كنخليوه على جنب بعد ما وجدناه وكندوزو كنوجدوا الكريمه. بالنسبه للكريمه عندي فيها هنايا نصف لتر ديال الحليب، وغادي نضيف معاه النشا اولا المايزينا. عندي 4 ديال المعالق كبار ديال المايزينا. كنخلطو مزيان. انا كيف ما شفتوا ما درتش السكر لان غنكتفي بالحلاوه ديال الشربات. اللي كيبغي الحلاوه بزايد يقدر يدوز 2 معالق كبار ديال السكر، وكذلك انا ما نكهتوش، خليته بالمذاق الطبيعي ديال الكريمه. صافي كنديرو فوق البوطه مع التحريك المستمر حتى كيعقد. من بعد كنزولو كندير خطوه اختياريه. انا درت بوطه ديال القشده الطريه،
هذه اختياريه، تقدروا ديروها، تقدروا تستغناو عليها، تقدروا ديروا الجبن الكريمي، ديروا اللي بغيتيو. صافي كنخلط مزيان حتى كيمتزجوا ليا هذوك العناصر، ومباشره وهو سخون، الخليط باقي سخون، كنصبو فوق الكنافه ديالي اللي كنا ديجا صايبنا في المول. صافي من بعد ما كنصبو كنساويه، نحاول ما نخرجش بالخليط ديالي للجناب، وكنخليه حتى كنخلي داك الخليط شويه حتى كيبرد، ماشي كيبرد تماما، يعني غير في حراره، ياخذ غير درجه حراره المطبخ، باش هذيك الكريمه كتنشف لينا من الفوق. فاش كنجيو نبغيو نديرو فوق منها العجين الاخر، ما كتجينا سهله. كيف ما كتشوفوا معايا هنايا راه نشفات، كتجينا سهله اننا نغطيو. صافي كنغطيو الكنافه ديالنا بالعجين المتبقي. نفس الشيء ما كنديروش كله دقه واحده، كنبقاو كنفتتو شويه بشويه، وحنا كنحاولوا كنضغطوا، كنحاولوا كنساويو الوجه ديال الكنافه ديالنا. صافي وكندخلوها للفران اللي تيكون مسخن من قبل. كنطيبوها بطريقه العاديه بحال الكيك، يعني العافيه مشعوله غير من التحت حتى كطيب وكتحمر، وكنشوفوها بدات كتحمر لينا من الجناب، اللي كنشعلوا عليها من الفوق باش كتاخذ لينا لون ذهبي. انا كما قلت لكم كتاخذ لون ذهبي، ولكن الفران ديالي انا كان عنده راي اخر، فاخذت لون شويه ذهبي زياده. فانتما ردوا مع البال، ملي كتشعلوا لها شويه من الفوق راه في ساعه كتحمر. صافي مباشره ملي كنخرجوها من الفران وهي سخونه، كنسقيوها بالشربات اللي كنكونوا ديجا وجدنا. الشربات كتكون بارده، يعني ضروري يكون فيها سخونه والشربات بارده. كنسقيوها مزيان وصافي، وكنغطيوها وكنخليوها حتى كتشرب لينا هذوك الشربات. عاد ديك الساعه كنزينوها وتنقدموها. هذه هي الطريقه باش قدمتها انا، ولا هذه الطريقه باش زينتها انا. كتجي واحد الكنافه اللي رائعه ولذيذه، كتجي مقرمشه، وكتجي فيها هذيك الطبقه ديال الكريمه من الداخل، كتجي بنينه بزاف. انا متاكده الا جربتوها غادي تعجبكم. وإلا عجباتكم ما تنسونيش بالدعم ديالكم، لايك، اشتراك في القناه. وهاد الكنافه هذه انا كنهديها للناس اللي التحقوا بالقناه ديالي مؤخرا عن طريق مجموعه صدق والتعاون برئاسه الاخ اتوميكس والمشرفات الغزالات، والعضوات كاملين اللي التحقوا بالقناه ديالي وشرفوني. فكنشكركم وتنرحب بكم وتنقول لكم مرحبا بكم، وشكرا جزيلا الشكر على الدعم وعلى التعاون. والله يحفظكم، والله يحفظ اخي اتوميكس اللي جامع هذا المجمع هذا. وهاد الكنافه هي اهداء لكم. الدار داركم، مرحبا بكم. واللي بغى يعرف معلومات اكثر على مجموعه صدق والتعاون يخلي لي تعليق في تحت الفيديو، وانا ان شاء الله نقول له شنو اللي كاين. وهانتوما كيف ما كتشوفوا معايا، هذا هو الشكل ديال الكنافه ديالي. كيف ما قلت لكم راه كتجي رائعه، غير جربوها بهذه الطريقه، واكيد الا جربتوها غادي تعجبكم وغتوليو مدمنين عليها. وتنقول وكنكرر، الى عجباتكم الوصفه ما تبخلوش عليا فضلا وليس امرا، فضلا وليس امرا، باللايك والاشتراك في القناه، تفعيل الجرس باش يوصلكم اي جديد. وخليوا لي تعاليقكم الزوينه المحفزه اللي كتشجع وكتحفز الانسان انه يزيد يعطي ويعطي. وهكذا غنكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو. وصدقوني جربوا هاد الكنافه، راه الا جربتوها غادي تعجبكم، راه حيت كتجي لذيذه بزاف، وهذيك الكريمه كتجي رائعه، يعني القوام ديالها مضبوط. واللي بغى ينكهها على فكره، اللي بغى ينكهها يقدر يدير فيها الفاني، يقدر يدير ماورد، يقدر تنكهوها باش ما بغيتيو. غير هي هكذا ساده، يعني بدون اي نكهه، كتجي في هذيك اللذه ديال الكريمه الطبيعيه. المهم صافي هادشي اللي كاين. الى اللقاء ان شاء الله في وصفه جديده. ومرحبا بكم مره ثانيه، ومرحبا بجروب صدق وتعاون والاخ اتوميكس مره ثانيه، ودائما مرحبا والف مرحبا. وهكذا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. مع السلامه، في امان الله.